السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا ترى قلبك عامل ازاي النهاردة؟ في هدوء ولا في وجع؟ الحلقة دي ليك، معمولة مخصوص علشان تفتح لك بوابة نور جوه قلبك وتفهم يعني ايه لما تدعي ربنا كان سامعك قبل ما تتكلم. قبل ما تقول يا رب وقبل ما ترفع ايدك او حتى تحس انك محتاج، في حاجة بتحصل في الغيب، دعوة إلهية ونداء سماوي بيخرج من فوق من عند اللي خلقك وبيخترقك من غير صوت ومن غير كلام ولا وسيط. يعني مش انت اللي بتبدأ الدعاء، انت بتستجيب لكل لحظة بتدعي فيها بالحقيقة ان روحك سمعت نداء إلهي من حيث لا تدري فاستيقظت. ولما قلبك يتحرك بكلمة يا رب فاعرف ان ده مش منك لوحدك، ده لانك صادفت باب مفتوح من فوق وانتبهت ليه. الدعاء مش لحظة بتبدأها من الأرض، الدعاء لحظة اتصال بدأت من السماء، من حيث النور والرحمة ومن حيث علم لا تراه لكنك بتحسه في قلبك. في الحلقة دي هنمشي مع بعض في رحلة داخلية ونفتح 5 أفكار مركزية، كل فكرة منهم هتكشف لك بعد مختلف من الدعاء. 1. الدعاء مش مجرد طلب، ده حوار وشفاء وتحول. 2. كل دعاء صادق هو دعاء مجاب حتى لو صورته اتغيرت. 3. الدعاء مش كلمات، الدعاء حالة ذبذبية بتحرك الغيب. 4. لحظة الدعاء هي لحظة استدعاء من فوق. 5. آيات الدعاء، مفاتيح وأسرار نادرة من القرآن. دلوقتي تعالى نغوص في كل فكرة ونشوف ازاي كل واحدة فيها ممكن تغير نظرتك للدعاء وتفتح لك باب من النور. الفكرة الأولى، الدعاء مش مجرد طلب، الدعاء حوار وشفاء وتحول. ناس كتيرة فاهمة ان الدعاء عبارة عن طلب، لكن في الحقيقة هو أعمق بكتير من انه يكون طلب. الدعاء هو لحظة لقاء ولحظة كشف وفتح بصيرة وعمق داخلي اللي محدش شايفه غيرك وغير ربك. الدعاء مش مجرد جمل محفوظة بتكررها، دي لحظة شفاء روحي. كل مرة بتدعي فيها انت بتفتح بوابة داخلية للصدق والتسليم والرجوع والإنابة إلى الله. انت مش بتطلب حاجة قد ما انك بتتعرى قدام اللي خلقك وبتقوله انا محتاج لك، انا ضعيف، انا فقير ليك. شوف سيدنا يونس لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ما طلبش خروج من بطن الحوت ولا طلب انقاذ، لكن كل اللي عمله انه كشف نفسه وعرى قلبه واعترف بذنبه وسبح في عظمته. وفي اللحظة دي اتحول الكون كله علشانه هو. انت مش محتاج تقول كلام كتير علشان تستجاب، انت محتاج تقول كلام صادق وفعلا انت حاسس بيه، لان لحظة الصدق هي لحظة الفتح الحقيقي. الفكرة التانية، كل دعاء صادق هو دعاء مجاب حتى لو صورته اتغيرت. يعني كل دعاء بيطلع من جوه بيعمل شغل داخلي سواء شفته في الخارج او لا. ربنا مش بيقيس الدعاء بمدى إلحاحك، لكن بمدى انكشافك لما تبقى حقيقي ومجرد وبسيط وتتكلم بلسان قلبك مش بلسان خوفك. تكون بتفتح باب مش في السماء لكن في نفسك وفي وعيك. في دعاء بيغير الواقع وفي دعاء بيغيرك انت، ولما تتغير الواقع يتبدل لوحده. ربنا قال ادعوني استجب لكم، بس ما قالش هيستجيب بنفس الصورة اللي انت متخيلها، لان اللي خلقك ارحم بيك من نفسك. ساعات تدعي بحاجة وربنا يستجيب لك بحاجة تانية،
بس هي بتكون أعلى وأصفى وأعمق علشان هو شايف الصورة الكاملة وانت شايف زاوية ضيقة، فما تستعجلش في الدعاء. الفكرة التالتة، الدعاء مش كلمات، الدعاء حالة ذبذبية بتحرك الغيب. يعني الدعاء هو اللحظة اللي فيها روحك بتهتز بمشاعر يقينية بالله، اللحظة اللي بتوصل فيها لحالة اهتزاز داخلي وطاقة خضوع ويقين واستسلام. الكلمات مهمة، لكن الذبذبة كمان أهم. في ناس بتدعي بنفس الكلام، بس في واحد بيستجاب له والتاني لأ. الفرق مش في الجملة، الفرق في الحالة والشعور. ربنا قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان يعني مش كل من قال يا رب، لكن كل اللي داعي من نفسه ومن قلبه، مش من لسانه بس. الدعاء الحقيقي بيغير حتى الموجات اللي طايرة حواليك، بيصنع حركة في الغيب، لأن الذبذبة اللي طالعة منك بتلمس السماء. الفكرة الرابعة، لحظة الدعاء هي لحظة استدعاء من فوق. لو فكرت في أكتر لحظاتك صدق مع ربنا، هتلاقي إنها مش لحظة أنت بتحضر لها، لكنها لحظة نزلت عليك فجأة. بتلاقي قلبك بيرتجف وعينك بتدمع ولسانك بيقول يا رب من غير تفكير. سيدنا زكريا دعا نداء خفيا، يعني الدعاء خرج من منطقة أعمق من اللسان، خرج من الداخل من قلبه، من حيث لا يسمع أحد غير الله. ربنا بيستدعيك لحظة الدعاء، بيقولك تعالى. الكلام اللي بتقوله مش دليل إنك فاهم، لكن دليل إنك حاضر. يعني كل لحظة حضور هي باب لفيض، لأن الغيب بيتفتح للموجودين مش للمشغولين. الفكرة الخامسة، آيات الدعاء مفاتيح وأسرار نادرة من القرآن. الدعاء مش تعليمات، ده مفاتيح سرية. لما تفتح آية دعاء افتكر إنك ماسك مفتاح باب من السماء، بس الباب مش بيفتح إلا لما تكون في نفس ذبذبة الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري. الآية فيها انكشاف داخلي للضيق، وفيها طلب نور داخلي. رب إني وهن العظم مني. الآية فيها اعتراف بالضعف الكامل والتسليم المطلق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الآية فيها خوف من الانحراف رغم الهداية. رب نجني من القوم الظالمين. الآية دي فيها دعاء للتحرر من كل ظلم، الداخلي والخارجي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ده إعلان فقر داخلي للرحمة والفتح من الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طلب توازن روحي ومادي في الدنيا وفي الآخرة. يعني كل آية دعاء في القرآن هي شفرة محتاجة منك حالة توافق داخلي. لما تقولها وانت في نفس حالها الباب بيتفتح فورا. يعني لما تقول اللهم إني أسألك من فضلك، لازم تكون مدرك معنى الفضل وتستحضره، مش مجرد تكرار. الدعاء مش تلاوة، الدعاء حالة. قبل ما تنادي اتأمل، هو مين اللي بينادي عليك؟